تدبر يا أخي آية الصيام، وهذا مطلب القوم الكرام، فإن الصوم للمولى تعالى يرقي الروح في رتب عظام، فزك الصوم من رفث ولغو تفوز بالقرب في دار السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، المبعوث رحمة لكافة الخلق أجمعين، الذي بعثه الله عز وجل يسعى كيف تنجو أمته وكيف يقضي مصالحها صلى الله عليه وسلم. أيها المؤمن، شابه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الاهتمام بأمر الأمة وفي قضاء حوائج الأمة، فإن من سعى في قضاء حوائج واحد من المسلمين كان مهيئا لأن ينال فضلا كبيرا، ومن ذلك أن يعتق من النار. سيدنا عبد الله بن عباس كان معتكفا في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء إليه رجل يطلب منه حاجة، فقام سيدنا ابن عباس يسعى معه لقضاء تلك الحاجة، فذكره الرجل قال: يا ابن عباس، إنك معتكف في هذا المسجد، أنسيت؟ قال له: لم أنسى، ولكن سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من مشى في حاجة أخيه المسلم خير له من أن يعتكف 10 سنين في مسجد هذا. وقدمنا أن اعتكاف يوم في سبيل الله، من اعتكف يوم باعد الله النار عن وجهه 3 خنادق، كل خندق أبعد ما بين الخافقين. فإذا مشيت وسعيت في قضاء حوائج إخوانك المسلمين خير لك من هذا الاعتكاف، في رواية خير من أن يعتكف شهر، في رواية 2 شهر، أو كما جاء في هذه الروايات. الشاهد من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، وخاصة في هذا الشهر المبارك. كم من أرامل، كم من أيتام، كم من أسر تحتاج إلى من يخدمها ويقضي حوائجها. فإذا كان معك وقت أخي المؤمن، ومعك قوة، ومعك نعم تستطيع أن تنفع بها إخوانك المسلمين، فانفع إخوانك المسلمين. والخلق كلهم عيال الله، وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله. فاقض حاجات إخوانك، ولو كانت هذه الحاجة حاجة يسيرة، وكلما كانت هذه الحاجة كبيرة وقضيتها كان أجرك عند الله عز وجل كبيرا كثيرا. فتغانم أخي المؤمن مضاعفة الأعمال في هذا الشهر المبارك، وما تنال به دخول الجنة والعتق من النار. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لخدمة إخواننا المسلمين وقضاء حوائجهم على وجه الإخلاص وإرادة وجه ربنا تبارك وتعالى. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. تدبر يا أخي آية الصيام، وهذا مطلب القوم الكرام، فإن الصوم للمولى تعالى يرقي الروح في رتب عظام، فزك الصوم من رفث ولغو تفوز بالقرب في دار